كان نفسي ان احنا النهارده نحتفل بالربيع ونحتفل بسعاده ونحتفل واحنا مبسوطين. بس للاسف جالي خبر دلوقتي، توفى زميلنا الاستاذ وائل نور الله يرحمه نتيجه لازمه قلبيه. آه، معانا استاذه ماجده خير الله تاكد لنا الخبر. استاذه ماجده مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. نتكلم شويه عن وائل من فضلك. احنا يعني انا في الاستوديو، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، مثلا بلغيني بالموضوع حالا. ان لو عندك اخبار يا ريت حضرتك تدي لنا تفاصيل اكتر عشان انا ما عنديش تفاصيل. انا المعلومات اللي عندي ان هو توفى، وكان بيصور في مسلسل للمخرجة شيرين عادل اسمه شقة فيصل، واعتقد انه ما كانش انتهى من تصوير دوره. وزي ما حضرتك قلتي ان الشائع ان هو كان جات له ازمه قلبيه مفاجاه، وتوفى في الحال يعني. الله يرحمه. يعني وائل من الناس اللي حقيقي كل الناس بتحبه. لو اتكلمنا عن وائل حضرتك تكلمينا تقولي ايه؟ يعني أنا شخصيا أول مرة ألتقي بيه كان من خلال مسلسل كنت مؤلفاه، كان اسمه عصر الفرسان. كان معاه حشد من النجوم اللي كانوا طالعين مع بعض زي شريف منير وسيمون و يعني وعلي حجار، يعني كان مجموعة كده مع بعض. ودي كان أول لقائي بيه، وبعدين التقيت بيه بعدها بعدة سنوات برضو. كان في مسلسل أنا كاتبه له السيناريو والحوار، كان عن قصة نجيب محفوظ اسمه صباح الورد، وكان بيلعب دور حلو جدا. وبرضو كان معاه شريف منير اللي هو رفيقه في بداية ظهورهم يعني. وكان آخر عمل يعني يجمعني بيه كان في وجه القمر، وكان مدام فاتن حمامة رحمها الله هي اللي اختارته وأصرت عليه يلعب دور، وكان الدور بيتطلب غناء وهو تدرب على الغناء، وكان يعني من أحد مصادر البهجة في المسلسل يعني. وهو طول معرفتي بيه كان شخص حبوب وشخص بيحب الحياة جدا. وعزمني كذا مرة على مسرحيات كان بيعملها للأطفال، وكان بيبذل فيها جهد كبير جدا، وكان نفسه ان هو يقدم المزيد من مسلسلات او مسرحيات الموجهة للطفل. وحضرتك اكيد فاكرة ان هو قدم فوازير عن الحيوانات يعني. كان اسمها جيران الهنا. مظبوط، كان اخراج استاذ عمرو عابدين وكانت نيللي كريم. و كانت مع نادين راقصة الباليه اللي ظهرت شويه واختفت. صح كانت عمل ناجح جدا. كانت شبهها قوي. كان متنوع الاداء، وكان بيعمل كل الادوار، وحابب مساله اهم حاجه في الموضوع ان هو حابب ان هو يقدم حاجات للاطفال، وقدم فعلا يعني اكتر من مره مسرحيات. وكان بيقول لي يعني اخر مره كلمني مثلا قول من قرب سنه ان هو هيعمل المزيد من هذه الاعمال. الله يرحمه. وشكرا لحضرتك يا استاذه ماجده. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. انا الحقيقه اخر مره قابلته كنا في رمضان في عيد ميلاد بنت المطربه الجميله هدى، وكان مبسوط قوي بعياله وعرفني عليهم وجابهم عيال صغننين كده جمال، وقال لي دول الكبار ودول الصغيرين ودول بياخدوا بالهم من بعض، وقعدنا نتكلم بس ما كنتش ابدا اتخيل انها كانت هتبقى اخر مره اشوفه فيها. ربنا يرحمه. انا اسفه لحضراتكم جدا والله كان نفسي النهارده اقدم لكم حلقه تبقى جميله وتبقى احتفالات كلها، لكن انا بجد اسفه لحضراتكم. انا اسفه يا استاذ ابراهيم، معلش احنا قطعنا الحلقه. يعني البقاء لله. البقاء لله، وانا لله وانا اليه راجعون. ربنا يرحمنا جميعا احياء وامواتا. اشوفكم ان شاء الله السبت الجاي. وكان بيصور في مسلسل للمخرجة شيرين عادل اسمه شقة فيصل، واعتقد انه
ما كانش انتهى من تصوير دوره. وزي ما حضرتك قلتي ان الشائع ان هو كان جات له ازمه قلبيه مفاجاه، وتوفى في الحال يعني. الله يرحمه. آه آه يعني وائل من الناس اللي حقيقي كل الناس بتحبه. لو اتكلمنا عن وائل حضرتك تكلمينا تقولي ايه؟ يعني انا انا شخصيا اول مره التقي بيه كان من خلال مسلسل كنت مؤلفاه الحنا. مظبوط، كان اخراج استاذ عمرو عابدين وكانت ناجحه نيللي جدا. كريم. و كانت مع نادين، راقصه الباليه اللي ظهرت شويه واختفت. صح 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 نيللي صح كريم. صح صح. كانت عمل ناجح جدا. كانت شبهها قوي. كان متنوع الاداء، وكان بيعمل كل الادوار، وحابب مساله اهم حاجه في الموضوع ان هو حابب ان هو يقدم حاجات للاطفال، وقدم فعلا يعني اكتر من مره مسرحيات. وكان بيقول لي يعني اخر مره كلمني مثلا قول من قرب سنه ان هو هيعمل المزيد من هذه الاعمال. الله يرحمه. وشكرا لحضرتك يا استاذه ماجده، شكرا. كان نفسي ان احنا النهارده نحتفل بالربيع ونحتفل بسعاده ونحتفل واحنا مبسوطين، بس للاسف جالي خبر دلوقتي توفى زميلنا الاستاذ وائل نور الله يرحمه نتيجه لازمه قلبيه. معانا استاذه ماجده خير الله تاكد لنا الخبر. استاذه ماجده مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. نتكلم شويه عن وائل من فضلك. احنا يعني انا في الاستوديو، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، مثلا بلغيني بالموضوع حالا. ان لو عندك اخبار يا ريت حضرتك تدي لنا تفاصيل اكتر عشان انا ما عنديش تفاصيل. انا المعلومات اللي عندي ان هو توفى، هي اللي اختارته واصرت عليه يلعب دور، وكان الدور بيتطلب غناء، وهو تدرب على الغناء، وكان يعني من احد مصادر البهجه في المسلسل يعني. وهو طول معرفتي بيه كان شخص حبوب وشخص بيحب الحياه جدا. وعزمني كذا مره على مسرحيات كان بيعملها للاطفال، وكان بيبذل فيها جهد كبير جدا، وكان نفسه ان هو يقدم المزيد من مسلسلات او مسرحيات الموجهه للطفل. وحضرتك اكيد فاكره ان هو قدم فوازير عن الحيوانات يعني. كان اسمها جيران، كان اسمه عصر الفرسان. كان معاه حشد من النجوم اللي كانوا طالعين مع بعض زي شريف منير وسيمون يعني وعلي حجار، يعني كان مجموعه كده مع بعض. ودي كان اول لقائي بيه، وبعدين التقيت بيه بعدها بعده سنوات برضو. كان في مسلسل انا كاتبه له السيناريو والحوار، كان عن قصه نجيب محفوظ اسمه صباح الورد، وكان بيلعب دور حلو جدا. وبرضو كان معاه شريف منير اللي هو رفيقه في بدايه ظهورهم يعني. وكان اخر عمل يعني يجمعني بيه كان في وجه القمر، وكان مدام فاتن حمامه رحمها الله